بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. حبايبنا طلابنا الحلوين، طلاب سنة تانية ثانوي، النهاردة إن شاء الله بدايتنا في الترم الثاني. ترم إن شاء الله يعدي على خير زي الترم الأولاني. الحمد لله كل الناس اللي كانت معانا بفضل الله الدرجات بتاعتها ممتازة جدا 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 بجد. احنا فخورين بيهم جدا، احنا والفريق اللي معانا. ونفسنا ان شاء الله نشوف الطلبه الجداد معانا اللي اشتركت والطلاب اللي كانوا معانا قبل كده، نفسنا ان شاء الله نشوف تقدم اكتر، علشان ان شاء الله سنه ثالثه ثانوي هنبدا المنهج من بدري مع بعضينا، وهنعمل عظمه كبيره جدا السنه الجديده. صلي على النبي كده وركز معايا. النهارده هنعمل ايه، او في الترم الثاني هنمشي الدنيا ازاي؟ اولا كده الترم الثاني يا جماعه وقته صغير جدا، ضغط شديد جدا، فالمحاضرات هنحاول ان احنا يعني نكثفها شويه. طيب ده اولا. ثانيا يهمني جدا الالتزام، ويهمني انك ما تراكمش وحدات على بعضها، او ما تراكمش اجزاء على بعضها. احنا اليونت هناخده على جزئين زي ما احنا متعودين، جزء كلمات وجزء الجرامر. جزء الكلمات سهل وبسيط هنحل عليه كل حاجه، وبرده جزء الجرامر سهل وبسيط وهنحل عليه كل حاجه، وكمان هنحل السكيلز اللي هو سواء القطعه او الباراجراف اللي هو الإساي عندنا يعني، او كمان هنحل السؤال الترانسليشن الترجمه. طيب حبيب قلبي ركز معايا كده. النهارده بدايتنا في يونت 7، هنقرا الكلمات ونفصص الكلمات واحده واحده كلها، وبعد كده ندخل على اللانجويج نوتس والريدنج بتاعنا، وبعد كده نشتغل على الحل عليها. انا عايزك تفرم الكلمات معايا في الفيديو ده. يلا بينا حبايبي، شمر كمك كده وركز معايا. بص يا صديقي كده، النهارده بنتكلم في يونت 1. صلي بقى على النبي كده وركز معايا. احنا هنقرا مع بعض الكلمات ونشوف الكلام بيحكي في ايه وبيقول ايه. الاول كده احنا عندنا المربع الاولاني في الملزمه اللي هتكون موجوده معاك في المذكره، هتكون موجوده يعني في الفيديو. تمام، حضرتك هتنزلها وتشتغل بيها. طيب الملزمه ده بالنسبه لو هي PDF. طب لو هي حضرتك تقدر تاخدها من على الموقع بتاع السنتر، تقدر تطلبها تيجي لك لحد باب البيت، او انت تقدر تيجي تشتريها، سواء موجوده في السناتر اللي احنا شغالين فيها كلها، او موجوده في مكتبه سنتر الراعي، وتقدر حضرتك تطلبها اونلاين عادي خالص. هتلاقي اللينكات كلها في التعريفات تحت. طيب دي اول حاجه. اليوت الاولاني يا اولاد اسمه ليفينج ابرود. يعني ايه ليفينج ابرود يا مستر؟ يعني السفر بالخارج، او العيشه بالخارج، المعيشه بالخارج. طيب اول حاجه الكلمات، المربع الاولاني بيكون الكلمات الجديده، وبعد كده دي بتكون كلمات اضافيه احنا عارفينها من قبل كده. لازم نحفظ الكلمات زي ما اتفقنا قبل كده بالورقه والقلم، بالورقه والقلم، مفيش بالبق خالص، في بالورقه والقلم. ركز معايا واحفظ معايا وانت قاعد، وركز في النطق. يلا بينا كده نشوف الكلام بيحكي يقول ايه. اول حاجه معانا كلمه اسمها تصميم او عزيمه يا اولاد. بمعنى ايه؟ بمعنى ديترمينيشن، يعني تصميم او عزيمه. قال لي بعد كده عندنا كلمة encouragement يعني التشجيع. عندنا بعد كده كلمة get used to. كلمة get used to يا جماعة من الكلمات اللي بيجي وراها الفيرب ing. كلمة get used to من الكلمات اللي بيجي وراها الفيرب ing. طيب ايه ده الخط مبقلص كده ليه؟ البقلصة دي. طيب قال لي مستر كمان عندنا كلمة هوست فاميلي. هوست فاميلي بمعنى ايه؟ بمعنى الأسرة المضيفة. كلمة احتفال اسمها سيليبريشن. سيليبريشن يعني احتفال. كلمة بريزنتيشن بمعنى عرض تقديمي. انا دلوقتي بعمل قدامك حاجة اسمها بريزنتيشن. بعد كده حبايبي عندنا كلمة اكسنت يعني لهجة. يقول لك الاكسنت البريتش ولا الامريكان ولا الصعيدي ولا اليمني ولا الاسواني، دي كلها اسمها الاكسنت اللهجات. اما كلمة كونفرسيشن بمعنى محادثة. كلمة decision يعني قرار، وكلمة daily بمعنى يوميات، وكمان كلمة entry بمعنى المدخل. طيب تعالى كده نشوف الكلام بيقول ايه في العمود اللي في النص. طيب بيقول لك يا محترم عندنا كلمة اسمها struggle. كلمة struggle دي يا جماعة بمعنى يكافح أو يناضل. وكلمة بالخارج اسمها abroad، كلمة مهمة جدا لازم نكون عارفينها كلنا. طيب أما مستر عندنا كلمة accommodation يعني إقامة أو مكان الإقامة. كلمة distract أو distract آسف بمعنى يشتت الذهن. كلمة celebrate إحنا لسه واخدين من شوية كلمة celebration يعني احتفال، أما celebrate يعني الفيرب بمعنى يحتفل. كلمة certificate بمعنى الشهادة، حضرتك بتاخد شهادة تقدير فاسمها certificate of appreciation يعني شهادة تقدير. عندنا بعد كده يا أولاد كلمة experience بمعنى إيه يا مستر؟ بمعنى خبرات.
او تجارب. كلمه لوكال يعني المحليين، دي مش شتيمه، ما حدش يقول لك يا لوكال فدي معناها شتيمه، لا، لوكال هنا معناها المحلي يعني السكان المقيمين في المنطقه. كلمه لاندنرز بيقول لك ايه بقى؟ انت عندك المصري بتقول عليه مصراوي، الصعيدي بتقول عليه صعيدي، اللي من شبرا بتقول عليه شبراوي. طب اللندن بنقول عليه ايه؟ لندناوي، صح؟ مين اللندناوي دوت؟ اللي هو لاندنرز، لندن عاديه خالص وحط لها اي ار اس، يبقى اللاندنرز اللي هم اللي ساكنين هناك يعني. تمام. طيب قال لك كلمه ميل يعني وجبه. كلمه اورجنايز بمعنى ايه؟ بمعنى ينظم، جاي منها كلمه اورجنايزيشن بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى منظمه. طيب يلا معايا كده نشوف اللي عليه الدور. قال لي يا مستر العمود الثالث في الكلمات عندنا اول حاجه كلمه اندبندنت. ها، اندبندنت وومن يعني امراه ايه؟ امراه مستقله معتمده على نفسها. تمام، انت يعني. طيب كلمة بيك اب، بيك اب ديت بمعنى يحضر شخص مكانه. اما understandable بمعنى يمكن فهمه. اللغة الانجليزية is understandable language يعني لغة يمكن ايه؟ فهمها. طبعا كلنا بنفهمها كويس، ها ولا ايه؟ قال لك كلمة confused بمعنى مرتبك، مش مرتبك، ها، دي بمعنى مرتبك. كلمة challenge يا اولاد بمعنى يتحدى او التحدي. اما كلمة extract يعني مقتطف او جزء مقتبس او اقتباس، يعني باخد مثلا جزء من كلام او جزء من حوار. كلمة فريز يا ولاد بمعنى عبارة، وكلمة سمرايز بمعنى يلخص، سمرايز. أما تكست مسج كلنا عارفينها بمعنى رسالة نصية. كلمة سبيسيفيك بمعنى محدد. أما كلمة كونسنتريت بمعنى يركز. دي أهم الكلمات الجديدة اللي عندنا. طيب مستر بعد كده عندنا كلمات تانية، تعال بينا نشوف الكلام بيقول إيه. عندنا صديقي الكلمة اللي بعدها كلمة اسمها فويس ميل، هنقرأ بقى سريعا ونركز بقى في الكلام. كلمة فويس ميل البريد الصوتي. كلمة سبوس يعني يفترض، كلنا حافظينها. instead of بمعنى بدلا من. وكلمة نويزي صاخب بيعمل دوشة ضوضاء. أما كلمة نورمال يا ولاد بمعنى طبيعي. كلمة ستريسد يعني مضغوط. كلمة اكتيفيتي النشاط، الاكتيفيتي بتاعك. النوي يزعج أو يضايق. كلمة كاركتر يعني شخصية. أما كلمة كورس يعني برنامج دراسي، كورس يعني. وكلمة كرييتشر خد بالك التيو في اللغة الإنجليزية بتتنطق تشا، التيو في الإنجليش دايما بننطقها يا جماعة تشا، فركز وانت بتنطقها كده. طيب يقول لك عندنا كلمة كارنت يعني حالي. كلمة ستورم يعني عاصفة. أما البرايس يعني السعر. اما بعد كده كلمه افتر ووردز بمعنى بعد ذلك. وفلايت يعني رحله جويه، الجي اتش هنا بتكون سايلنت. اما كلمه بيولوجي بمعنى علم الاحياء البيولوجي. وكلمه كوميونيكيشن اللي هو اتصال او تواصل. كلمه كالتشر برضو تيو هنا هي بتتنطق تشاي، يبقى هنا اسمها ثقافه. اما عندنا كلمه منشن بمعنى يذكر، زي ما اقول لك مثلا اعمل لي منشن على الفيسبوك يعني ذكرني او اعمل لي اشاره. طيب تعال نشوف الجزء الثاني من الكلمات اللي عليها الدور. طيب خد بالك الكلمات المره دي بتكون كلمات قديمه، اللي تحت ده كلمات قديمه. اول حاجه معانا كلمه لونلي يا اولاد. كلمه لونلي دي بمعنى وحيدا. اما كلمه ميد تمشي بمعنى الوظيفه او الخادمه. وكلمه مين بمعنى اساسي. اما كلمه بابلش يا اولاد بمعنى ينشر. وكلمه رينج تمشي بمعنى يتصل او تمشي بمعنى خاتم. قال لك اديك رينج يعني انا هعمل لك اتصل عليك، هرن عليك رنه. كلمه سيكريت يعني سري. اما كلمه خادم اسمه سيرفنت. كلمه ويذر يا جماعه بمعنى الطقس اسمها ويذر. اما كلمه temporary بمعنى مؤقت. كلمه ديجري يعني درجه علميه. طيب كلمة ويستل اللي هي بمعنى يصفر. كلمة بلوج المدونة الإلكترونية اللي هي مثلا صفحة الفيسبوك بتاعتك اسمها تعتبر بلوج ليك، يقول لك دي شغلانة البلوجر يعني راجل بيدون. كلمة كلايمر حرف الام بعد البي بيكون البي سايلنت، يبقى كلايمر بمعنى متسلق اللي هي أصلها كلمة كلايم يعني يتسلق. أما كلمة كلمة conditions يا جماعة بمعنى الظروف أو الأحوال. وكلمة confident يعني واثق من نفسه أو واثق. وكلمة بوتاني اللي هو علم النبات. كلمة share يشارك. skill مهارة. imagine بمعنى يتخيل. طيب تعالى بعد كده آخر عمود في الكلمات معانا ونشوف اللانجوج نوتس ونبدأ إن احنا نحل على الكلمات. خد بالك الكلمات دي اخطر حاجة، انت مشكلتك الوحيدة في الحياة هي الكلمات. هي انا بحفظ وانسى، هي انا بحفظ وما بذاكرهاش، هي انا ما بحفظش اصلا.
لا، المشكلة دي لازم تقضي عليها وتخلص منها. لو ما خلصتش من مشكلة الكلمات ديت انت هتفضل طول عمرك بطيخة في الانجليزي. طيب عندنا كلمة هاربور يا ولاد بمعنى ايه؟ بمعنى الميناء. كلمة هاربور بمعنى الميناء. اما كلمة هيلبفول بمعنى معين او مساعد او معاون. كلمة ايمجن خلاص قلناها بمعنى يتخيل. لام قلنا اي ام وراها بي بيكون البي سايلنت، فلام يعني للخروف الصغير. كلمة ماونتن بمعنى الجبل. اما كلمة سبورت يدعم. وكلمة فوليونتير يعني متطوع، وحرف الجي اتش هنا سايلنت يبقى بمعنى يوزن. وكلمة دراوت برضو الجي اتش هنا سايلنت بمعنى الجفاف. وكلمة سبيشالي يعني خصوصا اللي هي اصلها كلمة سبيشال. وكلمة اكسبلين كلمة فاير فايتر برضو الجي هنا الجي اتش سايلنت يبقى الفاير فايتر بمعنى رجال او رجل الاطفاء. كلمة اكسبلين حبيبي بمعنى يشرح. كلمة اكسبلور بمعنى يستكشف. كلمة unfortunately بيتكتب دايما معاها الكومة ديت بمعنى ايه؟ بمعنى لسوء الحظ. اما كلمة amazing يعني مذهل او مدهش او رائع. وكلمة miss يعني يفتقد او تمشي بمعنى يفوت. وكلمة بارثنون ده اسم معبد اغريقي اسمه كده البارثينيون. كلمة باسبورت اللي هو جواز السفر، وطبعا انكلود بمعنى يشمل او يتضمن. دي يا حبيب قلبي الكلمات الرئيسية بتاعت حضرتك اللي عندك في المنهج في الجزء الاولاني. بعد كده في الملزمة عندك هتلاقي حاجة اسمها الديفينيشنز. مين الديفينيشنز؟ اللي هي التعريفات. التعريفات دي اللي تشوز كله بيجي عليها. لازم تذاكر التعريفات دي كويس قوي 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 قوي. تمام؟ طيب تعالى يا مستر نشوف الكام تعريف اللي قدامنا دول ونشوف الكلام بيقول ايه. اول حاجه حبيبي عندنا كلمه ديترمينيشن. كلمه ديترمينيشن دي يا اولاد بمعنى الاصرار او العزيمه. كلمه ديترمينيشن يا اولاد فكرتها ماشيه ازاي؟ بيقول لك هي ذا كواليتي اوف تراينج، المحاوله تو دو something even when it is difficult. قال لك انك تحاول تعمل حاجه لما تكون هي حاجه ايه؟ difficult، حاجه صعبه. اما كلمه encouragement يا جماعه اللي هي بمعنى التشجيع. طيب يا مستر هي مين التشجيع؟ قال لك when you encourage someone لما انت تشجع شخص او something او شيء or the things that encourage them او الحاجه اللي بتشجعهم. يبقى انت بتشجع حد او حد بيشجعك، ده اسمه ايه؟ اسمه الانكارجمنت، التشجيع. قال لك طب الهوست فاميلي؟ قال لك دي فاميلي ذات كان هوست هي الاسره اللي تقدر ان هي تستضيف فورين اور سترينجر حد اجنبي او حد في سترينجر يعني حد غريب في الكانتري بتاعتها في الدوله بتاعتها او في الهاوس او في البيت بتاعك. دي اسمها الهوست فاميلي، الاسره المضيفه. يلا كلمه اندبندنت بمعنى ايه؟ بمعنى واثق في نفسه ومستقل كده. قال لك ايه؟ قال لك confident and able to do things by yourself، انك تبقى واثق في نفسك وانك تقدر تعمل الحاجه بنفسك by yourself in your own way بطريقتك الخاصه. اما مستر كلمه بيك اب يحتر شخص في مكانه. قال لك to collect something from a place، انك تجيب حاجه وتحطها في مكان سواء شخص او شيء. كلمة struggle يعني مناضل. طب تعال نشوف. قال لك to try extremely hard. extremely hard دي يعني جدا جدا بصعوبة شديدة، بصعوبة شديدة آسف. to achieve something إنك تحاول في الترم الثاني إنك تعوض خسارتك وتعوض العك اللي أنت عملته في الترم الأولاني. فهنا extremely hard to achieve something إنك تحاول بجد شديد قوي إنك تحقق حاجة معينة. even though it is very difficult، حتى لو كان هو صعب جدا. ده معنى كلمة يناضل أو يكافح. كلمة accent اللهجة هي الواي someone pronounce، هي الطريقة اللي أشخاص بتنطق بيها الوردز of a language اللي هو اللهجة بتاعت الإيه يا أولاد؟ الكلام. قال لك كمان كالتشر الثقافة هي ذا بيليفز الاعتقادات، ذا واي الطرق اوف لايف، الارت الفن، والكستمز التقاليد ذات ار شيرد اند اكسبتد باي بيبل اللي الناس بتتشاركها في particularly society في اماكن معينة او في مجتمعات مخصصة. دي اسمها ايه يا جماعة؟ الثقافة اللي هي كلمة كالتشر. كلمة ديري يعني هو البوك in which you write، هو كتاب انت جواه بتسجل او بتدون things that happen، الاشياء اللي حصلت لك في each day، في كل ايه؟ في كل يوم، اللي هي اليوميات بتاعتنا. الانتري الناس اللي هتاخد المذكرة الكتاب بتاعنا هيطلبوا يعني هيجيله
تمام، او يجي يشتريه هيستلم معاه دايري كده مفكره او تو دو ليست كده صغيره. قال لك كمان الانتري يا اولاد، قال لك بيس اوف رايتنج، ده بيس اوف رايتنج تمام ان ذا ديري اللي هو المدخل، دخلة الكلام، ده مكان حاجه مكتوبه كده في المفكره بتاعتك او في البوك containing information، بيكون جواها معلومات زي مثلا الديكشنري، زي الايه القاموس. اما اخر حاجه كلمه فريز اللي هي بمعنى عباره، ده جروب اوف ووردز، مجموعه من الكلمات that have particular meaning، بيكون لديها معنى مخصوص when used together، لما بتتكلم مع او بتتجمع مع بعضها. ده كان الديفينيشنز اللي احنا عايزينها يا جماعه. زي ما اتفقنا في ناس كتير ما بتهتمش وطلبه كتير ما بتهتمش غير بانه يحفظ الكلمات وخلاص، بس انا مهم عندي انك تركز على الديفينيشنز، مهم عندي انك تركز على حروف الجر، مهم عندي انك تركز على الاكسبريشنز اللي موجوده، لان ده اللي بيوقعك اصلا في الامتحان، وده اللي انت بتكون محتاجه على مدار دراستك السنه دي والسنه الجايه. يا جماعه احنا لازم ندوس جامد قوي 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 الترم ده، هيفرق عندك جدا في المستوى الحاجات دي لما تسمعها، لما تيجي تسمعها بعدين السنه الجايه ان شاء الله هتقول ايوه انا عارف المعلومات دي، انا بس برص المعلومات مره تانية. طيب ركز معايا يا صديقي بقى، احنا دلوقتي بنتكلم مع بعضينا على حاجه اسمها بتوين لاينز. البتوين لاينز دي من امتع الحاجات اللغويه، يعني بص ممتعه جدا 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 وهتفرق جدا في مستواك، فصل على النبي يلا وركز معايا. اول حاجه حبيبي في البتوين لاينز احنا معانا هنلاحظ الفرق بين كلمه ابرود، كلمه ابورد، كلمه برود، كلمه بورد. ها، كلمة abroad بمعنى بالخارج، I want to travel abroad، أنا عايز أسافر بخارج البلاد. أما كلمة aboard بمعنى على متن السفينة، aboard يعني على سطح السفينة أو على متن السفينة. أما كلمة broad بمعنى واسع، وكلمة بورد تمشي اللوح، البورد اللي هي الوايت بورد، السبورة مثلا البيضة، خلاص يبقى كلمة بورد تمشي بمعنى لوحة. فرق مين يا معلم؟ فرق حرف، عشان الناس التافهه اللي بتيجي تحفظ الكلمات يقول لك يا عم ده حرف ما فرقتش، لا حرف فرقت اهو، حرف فرقت في 4 كلمات مهم جدا انك تحفظهم. abroad بالخارج، aboard على متن السفينه، broad واسع، لوح يعني بورد. طب يلا بينا نشوف كده المثال ويقول ايه. قال لك there is a wide place، يوجد مكان واسع، so you can park تقدر انت تركن. the word wide هنا معناها ايه؟ كلمة wide يعني ايه؟ يعني واسع. طب معناها ايه يا مستر في الاختيارات؟ معناها كلمة broad، فين هي رقم كام؟ رقم سي، كلمة broad. ها، مثال تقيل لو جالك وانت مش عارف المعلومة دي. السؤال رقم 2 I took my father place in our shop while، أنا أخدت مكان بابا في المحل، while he was عندما كان هو إيه بقى؟ أو بينما كان هو فين؟ كان هو بالخارج. يبقى مين الصح؟ كلمة إيه؟ كلمة abroad. يبقى دي أول فكرة معانا لازم نكون كلنا عارفينها. تاني فكرة صديقي عندنا الفرق بين، ركز معايا في الفكرة دي مهمة جدا، ايه الفرق بين كلمة later وكلمة later؟ ايه ده؟ دي بتي واحدة لكن دي 2 تي. قال لي مستر ان كلمة later ديت تمشي ظرف بمعنى فيما بعد، بعدين. ها، لما احنا بنقول لبعض see you later اشوفك بعدين. اما كلمة later بمعنى دي بمعنى الاخر، يعني ايه؟ انا اشتريت قلمين، واحد لونه اسود والتاني لونه ازرق معايا. فاذا الفكره هنا ان ليتر وم2 تي معناها الاخر او الثاني لما تكون من حاجتين. طب تعال نشوف مثال نثبت بالفكره. قال لك he had to go hospital after an accident، هو كان مضطر يروح الهوسبيتال بعد الاكسيدنت الحادثه، and not he did وبعدين هو اتكل على الله مات. يبقى فيما بعد اللي هي انهي واحده؟ اللي هي كلمه ليتر امه تي واحده. اما الفكره اللي بعدها رجاله بيقول لك ايه؟ بيقول لك I speak Arabic and English، انا بتكلم عربي وانجليزي. طيب the A is widely spoken language، الثاني او الاخر ماله؟ بيتكلموا بيها بطريقه واسعه، يعني بيتكلموا بيها دائما في كل حته. يبقى الثاني اسمها ايه يا مستر؟ اسمها the later اللي هي ب2 تي. يبقى دي تاني ملحوظه معانا. طيب الملحوظه اللي بعدها يا اولاد، ايه الفرق بين كلمة مس وكلمة لوز؟ مس بمعنى يفقد أو يفتقد أو يوفي أو يفوت. يوفت إيه؟ تاني، إيه الفرق بين كلمة
miss وكلمة lose. ركز معايا في المعلومة دي. بيقول لك ان كلمة miss يا جماعة تمشي بمعنى يفتقد شخص. اقول لك مثلا I miss you so much، انا افتقدتك، انت وحشتني جدا. طيب او كلمة miss تمشي بمعنى يفوت I missed the train، انا فوتت القطر. missed call مكالمة فائتة. قال لك كلمة miss تمشي بمعنى يفوت او تفوته الايه الفرصة chance. قال لك he missed a chance، هو فوت الفرصة. فهمنا الفكرة؟ يبقى دي المعاني بتاعت كلمة مس. أما كلمة لوز يا ولاد تمشي بمعنى إيه؟ بمعنى يفقد. I lose my job، أنا فقدت وظيفتي، مش فوت، أنا فقدت الوظيفة. قال لك تمشي بمعنى يخسر وزن، I lose weight، أنا فقدت وزن. قال لك تمشي بمعنى يفقد فلوس أو يخسر فلوس، طبعا I lose money. تعال نشوف مثال نثبت بيه الفكرة. قال لك يا صاحبي السؤال بيقول لك ايه؟ you are looking slim، انت شكلك سليم، شكلك حلو، جسمك حلو. you have not weight او have you not weight، هل انت فقدت وزن؟ يبقى مين الصح معانا؟ have you lost weight. طيب اما مستر عندنا if I don't leave now، لو انا ما مشيتش دلوقتي I will not my plan، انا هفوت الطيارة. يبقى I will ايه يا جماعة؟ I will miss my plan. فهمنا الفرق بينهم؟ يلا نشوف الفكرة اللي بعدها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي للفكرة اللي بعدها. ولاد بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا حبايبي ايه الفرق بين كلمة decide to؟ الاول هو انت عارف يعني ايه كلمة decide؟ decide بمعنى يقرر ان. طيب عندنا كلمة decide to، عندنا كلمة decide on، عندنا كلمة decide that. ايه الفرق بين الثلاث كلمات؟ قال لي كلمة decide to بيجي بعدها الانفينيتيف الفعل في المصدر يقرر ان. اما decide on معناها ايه؟ يحدد، بيجي بعدها الفيرب اي ان جي. اما decide that وخدها مني معلومه، كلمه that في اللغه الانجليزيه يجب ان ياتي بعدها جمله كامله. يعني ايه جمله كامله؟ يعني فاعل وفعل وتكمله الجمله. طيب دي برضو معناها يقرر ان. صلينا على النبي. تعال نشوف المثال. Have you decided not a date for the wedding party؟ a date for the wedding party. طيب هل هنا الديسايد تو جاي بعدها الفيرب جاي بعدها الانفينيتيف؟ يعني هل انا هختار الانفينيتيف هنا؟ لا مش هينفع. او هختار تو اسف؟ لا مش هينفع. طيب اما هنا ممكن يا مستر اختار ديسايد اون لان بيجي بعدها الفيرب اي ان جي او النون او الايه او الاسم. يبقى الصح بتاعنا هل انت ديسايد اون يعني حددت الديت بتاع الويدنج بارتي. اما الجمله رقم 8 يا حبيبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك I have decided، انا قررت باي. هنا بقى جاي فعل في المصدر. يبقى الصح بتاعنا هنختار مين؟ هنختار تو. يبقى الجمله اللي فوق علشان جه بعدها اسم فقال لي ان هنا decide on ينفع يجي بعدها فيرب اي ان جي او نون. ومعناها يا مستر معناها يحدد، انا حددت التاريخ بتاع الويدنج بارتي بتاع حفل الزفاف. اما كلمه decide to بعدها الفعل في المصدر. صلينا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. تعرف ايه الفرق بين كلمه alone وكلمه lonely؟ كلمتين مهمين جدا وبيجوا كتير قوي في التشوز. تعالى بينا نشوف. اول حاجه حبيبي الفرق بين كلمه alone دي تعتبر ظرف يا جماعه بمعنى منفرد او بمعنى وحده او بمعنى بمفرده. اما كلمه lonely تمشي بمعنى يشعر بالوحده او تمشي بمعنى وحيد، ودي تعتبر صفته هنا ان هو يشعر بالوحده. ده كلمه مين؟ lonely. تعال نشوف مثال ونثبت الفكره. قلت لك I know what it's like to be not، انا عارف what it's like كيف يبدو او ماذا يبدو ان انت تبقى ايه. so I do feel for her، لذلك انا اشعر بها. طيب لذلك انا حاسس بيها. يبقى انا عارف ازاي تبقى انت وحيد اللي هي او تشعر بالوحده اللي هي مين يا معلم؟ اللي هي كلمه lonely. اما المثال اللي بعده she shouldn't leave a child، هي ما ينفعش تسيب الطفل ايه؟ لوحده، اللي هي كلمه مين يا مستر؟ اللي هي كلمه alone. خد بالك اوعى يضحك عليك بالون دي، هو عايز alone اللي حروفها كامله على بعضها. يبقى كلمه alone بمعنى منفرد او لوحده، لكن lonely بمعنى يشعر بالايه؟ بالوحدة. ده الفرق بين الكلمتين. تعال نشوف اللي بعدها. قال لي مستر ايه الفرق بين كلمة experiment وكلمة experience؟ كلمة experiment وكلمة experience مبدئيا اصلا كلمة experience
لها معنيين مختلفين. اولا قال لي كلمة experience ينفع تتجمع ويبقى اسم معدوم بمعنى experiences جمعها، وقال لك هنا هيبقى معناها مواقف او تجارب حياتية. اما كلمة experience بتعتبر اسم لا يعد، بس هنا هيبقى ترجمتها ايه يا جماعة؟ الخبرة، اللي هي كل ما يكتسبه الانسان من خلال عمله، الخبرة اللي انت بتكتسبها من خلال الشغل بتاعك. طيب يبقى ده اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه experience، اسم لا يعد. اما الاكسبيرينس اللي هي المواقف الحياتية او التجارب الحياتية بتترجم كاسم يعد وتنفع تتجمع، يبقى experiences. طيب اما experiment دي تجربة، ولكنها تجربة علمية، تجربة في المعمل، تجربة علوم. تمام؟ تعال بينا نشوف مثال عليها، بس الاول صلى على النبي. قال لك يا صديقي جملة he had some interesting نقط، هو عنده interesting ايه while he was traveling، بينما هو كان مسافر. يبقى كان عنده ايه؟ هل كان عنده خبرة لما كان مسافر، ولا كان عنده تجارب ومواقف حياتية؟ كان عنده مواقف حياتية. يبقى انا عايز اللي بتتجمع اللي هي مين؟ experiences. خد بالك مثال زي ده يبقى صعب لو انت مش عارف المعلومة دي. يلا المعلومة اللي بعدها، قال لك teachers usually do sample، المدرسين بتعمل sample ايه in the laboratory في المعمل، يبقى بيعملوا تجارب علمية اسمها experiments، اللي هي التجربة العلمية، اللي هي الإجابة عندنا نمبر سي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الملحوظة اللي بعدها. مستر ايه الفرق بين كلمة get used to وكلمة be used to؟ بالمناسبة be used to يا جماعة اللي هي الام والاز والار يعني. طيب وساعات بتيجي بي برضو زي ما هي عادي، مفيش مشكلة. قال لك الاتنين بيجي بعدهم الفيرب اي ان جي، بس في فرق بسيط خالص في المعنى بين الاتنين. بيقول لك ايه يا محترم؟ بيقول لك عندنا الفرق بين الاتنين ان كلمة get used to بمعنى يعتاد على شيء لسه في مرحلة التعود، اما be used to الفيرب اي ان جي ده متعود على شيء هو بالفعل متعود عليه من بدري. طيب ما تيجي مثال ونشوف. قال لك it's bad habit، انها عادة سيئة to tell lies، انك تكذب and you should try not to، ويجب ان انت تحاول ان انت ما تتعودش على كده. يبقى هنا مين يا مستر؟ not to be used to. طيب لانك بالفعل كده متعود عليه، احنا مش عايزينك بقى تتعود عليه. طيب اما اللي بعدها students must نقط، الطلاب يجب ان هم ايه؟ يصحوا بدري في المورنينج. طبعا هنا must من الطبيعي ان بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى اختار يا اما get يا اما بي. طيب طالما هم هنا لسه في مرحله التعود اصلا ما فيش بي في الاختيارات، يبقى عندنا كلمه مين يا جماعه؟ كلمه get used to. صلينا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. الملحوظة اللي عليها الدور يا اولاد، ايه الفرق بين كلمة هاربور وكلمة بورت؟ الاتنين بمعنى ميناء، ولكن كلمة هاربور ده ميناء بيحمي السفن وبيكون في البحر المفتوح، من البحر المفتوح والعواصف. اما كلمة بورت ده ميناء تجاري بيكون للشحن والتفريغ، ان نملى السفن فيه او نفرغ السفن. تعال نشوف. قال لك the ship was allowed to tie up، السفينة اتسمح لها ان هي tie up يعني تتربط خلاص in a small نقط بيحميها، يبقى small ايه يا جماعة؟ small harbor. طيب اما هونج كونج is one of the world's biggest، واحد من اكبر الموانئ التجارية في العالم، يبقى كلمة مين يا جماعة؟ كلمة ports. اخر معلومة معانا عايزين نتعرف عليها النهاردة هي الملحوظة بتاعت كلمة وش. ركز معايا يا صاحبي، المعلومة بتاعت كلمة وش معلومة مهمة جدا. الاول يعني وش يعني يتمنى. وش لو جه بعدها فاعل، لو جه بعدها فاعل فقال لك بيجي وراها الفعل في الماضي. او يا مستر بختار كلمة كود او كلمة ود. بختار كلمة كود لو بلعب مع الضمير اي وي، وبختار كلمة ود لو بلعب مع باقي الضمائر زي الهي والشي والذي واليو. طيب وكده كده الكود او الود بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر. يبقى دي الملحوظه الاولى لكلمه وش. الملحوظه الثانيه كلمه وش لما يجي بعدها فاعل قال لك ايه؟ قال لك بنختار الباست سيمبل الماضي البسيط.
طيب قال لك كلمة وش لو جه بعدها فاعل وهناك كلمة دالة او في ندم او امنية ما اتحققتش في الماضي بتختار الباست بيرفكت الماضي التام. يبقى كلمة وش بمعنى يأمل. وش يا ولاد لوحدها كده خالص بيجي بعدها ايه؟ تو المصدر. طيب اما لو جه بعدها فاعل فساعتها حاجه من الثلاثه، ايه هما؟ يا اما كلمه كود يا اما ود. لو انا بتكلم عن امنيه انا عايزها في المستقبل، I wish I could buy a new car، انا اتمنى ان انا اشتري عربيه جديده. طيب لكن لو امنيه عكس الواقع اللي انا فيه قال لك يبقى وش بيجي بعدها باست سيمبل الفاعل وباست سيمبل I wish she يبقى ماضي. طيب امتى بختار الباست بيرفكت الماضي التام؟ لو في كلمه داله على الماضي او لو انا بكون بتكلم عن امنيه ما اتحققتش عندي فين؟ في الماضي. طب ما تيجي نشوف المثال. قال لك هنا صاحبي we wish we طالما في فاعل خلاص we wish we نقط more money for the holidays next year. next year يبقى دي امنيه في المستقبل. يبقى انت بتلعب مع كلمه مين؟ مع كلمه could. يبقى we could have more money، نحن نتمنى ان احنا يكون معانا فلوس اكتر في المستقبل. قال لك it's very hot الجو النهارده حر جدا. I wish the weather انا اتمنى ان الطقس نقط now يبقى دي امنيه دلوقتي. يبقى تتكلم مع مين يا مستر؟ مع الماضي البسيط. كلمة وش لو بتكلم عن أمنية حالية دلوقتي بتختار ماضي بسيط. يبقى مين الاختيار بتاعنا يا جماعة؟ the weather. ماله the weather ايه؟ the weather where. حبايب قلبي يلا بينا نحل مع بعض الواجب والأسئلة الإكسرسايز الموجودة على كلمات يونت 1 أو يونت 7. 1 ايه؟ يونت 7. تعالى بينا نشوف يا صاحبي. صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى نختار اللون الايه؟ اللون جديد. عايزين لون جديد. نختار اللون الاخضر. نختار الاخضر. ايه الروقان اللي انت فيه ده يا مستر؟ المهم the family is staying in temporary. كلمة temporary اتفقنا بمعنى دائم. temporary نقط until their house is rebuilt لحد ما البيت بتاعهم مؤقت. اسف تمبراري بمعنى مؤقت لحد ما البيت بتاعهم يريبيرد يعني يعاد بنائهم. يبقى الاجابه بتاعتنا مين يا مستر؟ الاجابه بتاعتنا في مكان الاقامه اللي هي كلمه مين؟ كلمه accommodation بمعنى مكان الاقامه. وانت بتحل معايا كده عايزك تترجم وتفهم الجمل كلها لان الكلمات احنا بنثبتها بالطريقه دي. طيب جمله رقم 2 قال لك this guarantee نقط is an important document. ده document كلمة document ديت يا جماعة بمعنى وثائقي. keep it in safe place. قال لك الجرانتي ايه؟ ده عبارة عن document وثيقة مالها بتتحط في safe place في مكان آمن. يبقى الايه؟ الشهادة. كلمة الجرانتي مين؟ جرانتي سيرتيفيكيت بمعنى الشهادة. أما اللي بعدها مريم has finished university. مريم خلصت الجامعة بتاعتها with a نقط. طالما في جامعة يبقى خلصت بالإيه يا جماعة؟ بكلية الهندسة. يا رب أشوفكم كده يا رب. يبقى عندنا كلمة الديجري بمعنى الدرجة العلمية. جملة رقم 4 I think this cold weather اعتقد الجو الساقع دوت is a for the time of year as it's winter. الطقس ده شيء ايه؟ لان احنا في الشتاء. يبقى اكيد شيء ايه يا جماعه؟ شيء نورمال يعني شيء طبيعي شيء عادي جدا مفيش مشكله. طيب جمله رقم 5 نقط is a scientific study الدراسه العلميه of the life للحياه. طالما دراسه علميه للحياه يبقى علم الايه؟ علم الاحياء and structure of plants and نباتات الانيمالز الحيوانات. يبقى طبعا كلمة البيولوجي اللي هو علم الأحياء. جملة رقم 6 قال لك مستر جونز spent 3 hours قضى 3 ساعات ايه the city as this was the first time to visit. دي أول مرة يزور المدينة. يبقى الراجل قضى 3 ساعات في استكشاف المدينة اللي هي كلمة مين يا مستر؟ كلمة exploring. الجملة اللي وراها رقم 7 قال لك on the 6th of October في يوم السادس من أكتوبر نقط to military museum is free celebrating the victory day. قال لك هنا دخول المتحف هيكون فري في اليوم دوت. طيب المتحف العسكري هنا يبقى هنا مين يا مستر؟ الانتري الدخول.
جملة رقم 8 a severe نقط. كلمة severe يا جماعة من الترم الأولاني الناس كلها فاكراها. severe ايه يعني خطير ها. has caused most of the corn crop to fail due to lack of water. اللي بيسبب الليك اوف ووتر يعني نقص المياه. يبقى مين يا مستر؟ اسمه الدراوت اللي هو الجفاف. بعد كده حبايبي جملة رقم 9 بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا on surfing beaches في الشواطئ بتاعت السيرفنج اللي هي شواطئ اللي فيها التزحلق على الامواج، رياضة التزحلق على الامواج. strong ايه are common. السترونج ايه بيكون شائع ومنتشر جدا خصوصا especially during competitions time اثناء اوقات المنافسات او المسابقات. يبقى مين يا جماعة؟ التيارات الشديدة. كلمة تيار كلنا عارفينها في الكلمات بعد ما حفظنا، هي كلمة مين؟ هي كلمة current. الجملة رقم 10 مو صلاح showed great نقط to success. طيب كلمة great هنا يا جماعة المفترض هنا great على فكرة، يعني great بمعنى عظيم. great A to succeed and become one of the best footballer in the world. أصبح واحد من أشهر اللعيبة في العالم. يبقى الراجل كان إيه يا جماعة؟ كان عنده إصرار وعزيمة. يبقى كان بيظهر الإصرار والعزيمة بطريقة عظيمة. يبقى كلمة مين يا مستر؟ كلمة determination. جملة نمبر 11 everyone needs. كل واحد فينا محتاج ايه؟ from people من كل الناس اللي هو understand what they are trying to do. اللي فاهمين انت بتعمل ايه. انت بتبقى دايما محتاج ايه من الناس اللي بيكونوا فاهمين خطواتك. يبقى انت بتكون محتاج encouragement بمعنى ايه؟ بمعنى تشجيع. الجملة اللي وراها بيقول لنا I quite like living alone. أنا بحب نوعا ما كده العيشة لوحدي. I made أو it made me هي بتخليني إيه؟ بتخليني مستقل. اسمها إيه يا مستر؟ اسمها independent، معتمد على نفسي. جملة نمبر 13 قال لك the survivors were picked نقط by fishing boats from nearby village. السرفايفنج اللي هم الناجين، الناس اللي نجوا من الغرق، كانوا picked ايه؟ كلمة حفظناها بمعنى pick up يعني احضروا، التقطوا بواسطة الفيشنج بوت قوارب الصيد من النير باي فيلج من القرى القريبة. جملة رقم 14 I didn't think I could ever. أنا ما كنتش أعرف إني أنا أقدر إيه used to living in a big city. إن أنا أعيش في مدينة كبيرة. يبقى هنا طبعا هتبقى get. إحنا قلنا used to حاجة من الاتنين، يا قبلها get يا قبلها be. قبلها get يا مستر يبقى هنا متعود على حاجة ولسه في بداية التعود. أما be used to متعود على حاجة عدى عليها وأنا متعود عليها من زمان خلاص. يبقى الصح هنا get used to هي الوحيدة اللي موجودة. رقم 15 it's important for a teacher. من المهم للمدرسين to balance punishment. ان هو يوازن يعني البانشمنت العقاب with positive ايه؟ انك توازن بين العقاب والبوزيتيف encouragement طبعا والتشجيع. طبعا احنا التشجيع بتاعنا بالنفخ برضو بالعقاب. طيب هاتولك يا بتاع الاونلاين انت. جملة رقم 16 the young actress. الاكترس اللي هي الممثلة الشابة was full of نقط to achieve her goals. هي مليئة بالإيه علشان تحقق الجول بتاعها، الهدف بتاعها. يبقى بالإصرار والعزيمة اللي هي كلمة determination. جملة نمبر 17 secondary school students should be trained to become more نقط of their teachers. قال لك المدارس اللي هي الطلاب مدارس الثانوية يجب ان هم يتدربوا ان هم يصبحوا ايه من المدرسين بتوعهم. لازم طبعا احنا بندربك انك تحاول تكون مستقل عن المدرس بتاعك، انك تحاول تشتغل لوحدك وتحل لوحدك. ده دوري اللي انا بعمله لك، اني انا ادربك ان تبقى اندبندنت. تخيل انت هتبقى اندبندنت. ها انت كده كده اندبندنت من زمان احنا عارفين. طيب قال لك هنا our friends will book our ticket. أصدقائنا هيحجزوا التذاكر. but we have to بس احنا اضطرينا ان احنا ايه them up an hour before the show. ان احنا نجيب التذاكر قبل الشو بساعة. طبعا كان اسمها ايه يا مستر؟ اسمها pick up. pick them up يعني يحضر في مكانه او يحضر عموما.
جملة رقم 19 at the summer camp في الكامب بتاع الصيف the children were encouraged to take part. كلمة take part دي كلمة بمعنى يشارك في several different الأولاد بيشاركوا في مختلف، طبعا أنشطة مختلفة اللي هي كلمة مين يا مستر؟ activities. صلى على النبي كده وانت قاعد. جملة رقم 20 my younger brothers إخواتي الصغيرين، بس my younger brothers constant joking. النكت بتاعت إخواتي was beginning to ابتدت all his friends so I advised them to stop. لذلك أنا نصحتهم. النكت البايخة بتاعت أخويا الصغير، تمام؟ النكت البايخة بتاعت أخويا الصغير ابتدت إن هي تخنق أصدقائه، لذلك أنا نصحته إن هو يبطل. كلمة تخنق أو تضايق أو تزعج اسمها annoy. يلا نكمل معايا، اقلب الصفحة يلا. قال لك رقم 21 we share the earth with all living نقط. احنا بنتشارك في الارض مع كل living creature المخلوقات اللي خلقها ربنا. يلا قول كده معايا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلا قال لك the hotels نقط. الهوتلز يا جماعة؟ نقط financial situation isn't good after the corona crisis. كلمة كورونا crisis بمعنى أزمة كورونا، يبقى the hotels the hotels current financial بمعنى المستوى المادي الحالي أو الموقف المادي الحالي. كلمة current تمشي بمعنى طائرة، تمشي بمعنى حالي أو حاليا. المستوى المادي الحالي للفندق أو للفندق مش كويس بعد أزمة كورونا. جملة رقم 23 the collection include يعني يشتمل على الكولكشن جواه قال لك نقط من works of several well-known author. قال لك من بعض الأعمال لأوذرز المؤلفين مشهورين، يبقى في extract يعني يعني اقتباس، أجزاء مقتبسة من أعمال مشهورة. جملة رقم 24 I felt very نقط. أنا بشعر بالvery when I first arrived in New York. لما وصلت أول مرة في نيويورك to join my new university عشان ألتحق بالجامعة الجديدة. يبقى هنا مستر أنا حسيت بالوحدة اللي كان اسمها lonely. جملة نمبر 25 the was changing the sheets. كان مين اللي بيغير الشيت؟ شيت هنا معناها الملايات بتاعت السرير. when we got back to our hotel room لما احنا رجعنا. يبقى هنا الوظيفة او الخادمة اللي اسمها اللي اسمها كلمة maid بمعنى وظيفة او خادمة. جملة رقم 26 public companies have to نقط annual report يعني ريبورت سنوي، تقرير سنوي and accountants. طبعا البابليك كامبانيز الشركات العامة بتكون مضطرة ان هي تببلش تنشر الريبورت السنوي عنها عشان الضرائب والحاجات دي كلها. طيب جملة رقم 27 the text was أو the message was written in an نقط. الرسالة اتكتبت كود، أكيد بسكرت كود، يعني بأكواد سرية أو كود سري. جملة رقم 28 the teacher gave each group. المدرس أعطى لكل جروب في الكلاس بتاعنا نقط topic to talk about. موضوع كلمة topic بمعنى موضوع، طبعا specific topic بمعنى موضوع يا جماعة؟ محدد. خد بالك أنا ماشي بالراحة جدا علشان مستواك يتحسن معايا واحدة واحدة. أنا عارف إن الطالب الشاطر كده هو عارف سكته ماشية إزاي وعارف بيعمل وعارف طريقه ماشي إزاي. الطالب المتوسط والضعيف اللي بقت طلبة كتير قوي منهم يا جماعة خلاص بقوا يكسروا ويكبروا دماغهم. حاول تركز معايا، احنا ماشيين معاك بالراحة جدا 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 عشان مستواك. طيب يلا بينا نصلي على النبي كده صلى الله عليه وسلم. الجملة رقم 29 قال لك these pills should give you نقط relief from the pain just until you can get to dentist. البل اللي موجودة ديت قصده هنا على البرشامة بتديك بتديك ريليف فروم بين، بتديك تمبراري. احنا قلنا اللي معناه مؤقت، يعني بتديك راحة مؤقتة كده
مسكن مؤقت من الألم لحد فقط ما تروح تزور الدنتست، لحد ما تروح لطبيب الأسنان. الجملة اللي وراها رقم 30 the greatest A facing يعني بيواجه the new government is unemployment. الجريتست ايه؟ اعظم ايه بتواجه الحكومة، كلمة فيس يعني واجه الحكومة، هو الانامبلويمنت اللي هي البطالة، اللي هي مين بقى؟ التحدي الاكبر اللي بيواجه الحكومة. بكده صديقي احنا نكون حلنا 30 جملة، ولسه عندك حوالي 30 او 40 جملة كمان ان شاء رب العالمين. هينزل لك شيت بالاجابة عليهم، وكلها جمل بتلف وتدور حوالين الكلمات بتاعة يونت 1. كده اصدقائي احنا ظبطنا كل كلمات يونت 1. هينزل لحضرتك باذن الله البارت 2 هيكون الجرامر كله، وان شاء الله نكون فنشنا يونت 1. التزم التزم التزم. كل ان شاء الله يوم خميس هينزل لك فيديو الشرح بتاع الجزء الجديد. حبايبي الحلوين اشوفكم بخير ان شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.